انت ممكن تكون عامل السي في بتاعك بشكل غلط، عشان كده محدش بيرد عليك لما بتقدم على شغل او انترن. فتعالى اوريك احسن موقع بيعمل السي في وبيطلعه لك بشكل ما يعني مظبوط. طيب الموقع بتاعنا اسمه اوفر ليف، فتقوم كده اوفر ليف بالشكل ده، تقوم فاتح اول لينك هيظهر لك. هتفتح عادي، تسجل عادي بالجيميل بتاعك، وتقول له هنا عايزين نيو بروجكت، بلانك بروجكت بالشكل ده، نسميه مثلا سي في تيست بالشكل ده. طبعًا يا جماعة هو بيعمل الCV بكود، يعني أنت هنا بترمي له كود، تمام، وهو يقوم مطلّع لك الCV ده. مثلًا مثال، مثلًا ده كود أنا جايبه من كلود، قُلت له اعمل لي كود بoverleaf علشان بيانات وهمية يعني، فهو يطلّعه لك بالشكل ده. هو ده الشكل يا جماعة الصحيح بتاع الCV اللي المفروض إن أنت تكون عامله، بيطلع بالشكل ده. طيب هل إحنا هنفضل نكتب الكود ده؟ أكيد لأ، أنت بقى تخش على كلود وتقول له أنا هاعمل الCV بتاعي على overleaf، فاسألني شوية أسئلة بحيث إن أنا آخد الكود ده وأرميه على overleaf فيعمل لي الCV بتاعي. هو هيقوم سائلك شوية الأسئلة بتاعتك، وتقوم عامل اسمه ده حاطط الكود، ويقوم رانن بالشكل ده. وعايزك بقى تعمل حاجة تانية لما أنت تيجي تعمل، عايزك تعمل CV لكل جوب أنت هتقدم عليها. بمعنى إن أنت دلوقتي تاخد الCV بتاعك اللي أنت عامله already بقى، إحنا عملنا CV وليكن مثلًا الCV ده بتاعك أنت اللي أنت بتتفرج عليّا دلوقتي. طيب تاخد بقى الكود ده وتاخد الجوب ديسكريبشن اللي انت هتقدم عليها، او الانترن مثلا اللي انت هتقدم عليها، تاخد الجوب ده، تاخد الديسكريبشن بتاعها، وتقوم حاطه على كلود او اي موديل مع الكود اللي انت عامله اصلا اوريدي بتاعك بتاع السي في بتاعك، وتقول له كاستمايز الجوب ديسكريبشن ده على الكود بتاعك، بحيث ان هو يحط لك بقى الكي ووردز اللي هتخلي السي في بتاعك يعدي من الفلتره وكده. وهو ده الشكل يعني السي في اللي المفروض ان هو يكون معاك. وهنا بقى ممكن تنزله PDF بالشكل ده، لو فتحت كده هتلاقيه نازل لك PDF بالشكل ده، وبس كده.